الناس ان النادي الاهلي لما بيخرج من داره التعادل يا كسبان بالعافيه. النهارده بيلعب المحله مفيش اي مبرر ان هو يتعادل. اي مبرر هات لي هتقول لي ضيع كوره تريزيجيه الشوط الاولاني في القائم، كوره الشوط الثاني اشرف داري اللي شاطها وجات في العارضه. طب ماشي، وبعد كده اين الصفقات اللي هي كانت بتاعت اللي هي طلع لسانك للخصم؟ اين الصفقات؟ الصفقات النهارده كلها صفقات وهميه، كلهم مش قادرين يشيلوا رجليهم، وده حقيقي. لان لو في صفقه واقفه على رجليها بتكسب النادي الاهلي النهارده. وهقول لك ان الراجل بدا غلط، المدرب بدا غلط جدا. وقلنا بعد ماتش مودرن سبورت قلنا يا رجاله في فرق كتيره هتيجي تلعبك زون ديفنس. يعني المحله من ساعه لما انت عرفت ان هي ثالث مباراه في الدوري بعد الماتش الباي، كان الاسبوع اللي فات ده كله كنت مرنت لعيبتك ازاي يضربوا التكتلات الدفاعيه دي. ولكن للاسف احنا بندن في مالطا.